ما تحاولش دايما ان يكون هدفك اللي انت ترضي الناس كلها. مفيش حد في الدنيا كلها حاول يعمل الموضوع ده ونجح فيه. انت حاول على قد ما تقدر بتندمج مع الناس اللي شبهك شوية عشان تعرف تكون معاهم كويس وعشان تحاول ترضيهم. وعايز اقول لك اللي انت دايما لو انت محاولتك في ارضاء الناس زي مثلا العطاء، لو العطاء ده اتمنع لفترة معينة وانت دايما اللي بتجازف وانت دايما اللي بتحاول ان انت تقدم الحاجة كويسة، الناس هتحس ان انت عندك مشكلة. ده بطل يساعدني، ده بطل يعملني، مع ان انا اصلا في البدايه كنت بساعدك جدعانه مني او حاجه حلوه بقدمها لك. انت صاحبي وحبيبي. لما انا ابتدي اللي انا اقلل ده ممكن يكون غصب عني مثلا، انت هتبتدي تزعل مني مع ان انت اصلا ما قدمتليش حاجه قبل كده. بس انا دايما عودتك اللي انت دايما مستني مني حاجه، دايما انا اللي ببادر معاك باي حاجه بقدمها لك. فما تحاولش ترضي الناس كلها، وحاول تحب نفسك شويه وترضي نفسك شويه، وتدور دايما عن العلاقات المتبادله. يعني انت هتديني حاجه وانا هاخد قصادها حاجه، حتى لو كلمه كويسه، طريقه جميله، قعده حلوه. يلا سلام.